السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة اورينت يور سيلف وأنا حسين السيد أحييكم. جزر المالديف. جزر المالديف هي دولة مسلمة تقع في المحيط الهندي جنوب قارة آسيا، وهي مجموعة جزر صغيرة يبلغ عددها 1190 جزيرة، والمأهول منها 200 فقط. اسم عاصمتها مالي، وكانت محمية بريطانية واستقلت في عام 1965. يبلغ عدد سكانها 309 ألف نسمة، كلهم مسلمين. أما عن نظام الحكم فيها فهو جمهوري، ورئيسها يعين من قبل البرلمان، ويكون التصويت للمسلمين فقط. ودستورها ينص على أن جميع مواطنيها يجب أن يتدينوا بديانة الإسلام، وبالتالي فإن الشخص الذي يرغب أن يكون مواطنا فيها عليه أن يكون مسلما، ويمنع أن يكون أي شخص غير مسلم مواطنا فيها. كما يشير دستورها إلى أن مبادئ الجمهورية هي المبادئ الإسلامية. أما عن الشعب المالديف فمتدين بحب الإسلام ويحرص على الآداب الإسلامية. أما عن السلوكيات الإسلامية فهي واضحة للعين، فالحجاب منتشر بشكل كبير، ويحترم السكان الأذان ويقبلون على المساجد، وتغلق المطاعم نهارا في شهر رمضان، ويمنع المجاهرة بالفطر فيها، وتوجد بها هيئة عليا لمراقبة التطبيق الصحيح لأحكام الشرع الإسلامي في جميع المحاكم. يقوم رئيس الدولة بإلقاء خطبة الجمعة وإمامة الصلاة بالناس، وإلقاء الوعظ والإرشاد في المناسبات الدينية والاجتماعية، كما يقوم بإلقاء الدروس والنصائح في الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى تدريس بعض المواد الدينية في كلية الدراسات الإسلامية. وكذلك يقوم رئيسها بإصدار صحيفة دينية أسبوعية باسم سبل الدين منذ 18 عاما. أما عن أعضاء الحكومة فأكثرهم من خريجي الجامعات الإسلامية، ومنهم وزير الحج. نسبة الأمية في تلك البلاد طفيفة جدا، لا تتجاوز 2%. ورغم أن اللغة الرسمية ليست العربية، إلا أنه لا يوجد بين السكان من لا يستطيع أن يقرأ في كتاب الله تعالى بنفسه، وذلك بفضل مدارس تعليم القرآن الكريم. أما عن السياحة فتعتبر المصدر الثاني للدخل القومي بعد الصيد، والسياحة في ذلك البلد مضرب بها المثل، فهي لا ابتذال فيها ولا تنازل عن المبادئ الإسلامية، فيمنع تقديم الخمور للسياح، ويلتزم السائح باحترام قوانين البلاد الإسلامية، فلا يوجد عري ولا يوجد خروج على الآداب العامة. وقد خصصوا للسياح 84 جزيرة منعزلة للسياح فقط، ولا يسمح للسائح أن يذهب إلى الجزر المأهولة بالسكان المسلمين إلا إذا التزم بالآداب الإسلامية. شكرا لحضراتكم، ونتمنى أن ننال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب حتى يصلك المزيد. Thank you for watching.